ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض سينابون. سينامون بقى، سينامون رول، سينابون، احنا بقى يعني بنختصر ونقول سينابون يعني بطريقة سهلة بسيطة هش جدا تحفة. بصوا زي من هنا لبكرة بالنسبة لي يعني عجبني بصراحة، يعني كل اللي داقوا من ايدي عجبه خالص. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. ده كيلو دقيق، معلقة خميرة كبيرة. معايا حطيت هنا مثلا زي معلقة لبن بودرة، دي اللي كانت اخر حاجة عندي. تمام. حطيت باكو كيك شيف. حطيت رشة ملح اللي هي بتاعت المعجنات طبعا. حطيت هنا بقى 4 بيضات. ده مقدارين. تمام. انت بقى قسمي على يعني المقدار. تمام. يعني المقدار هيبقى نص كيلو دقيق، بيضتين، رشة فانيليا، نص باكل باودر، نص معلقة خميرة، معلقتين سكر او معلقة ونص. انا حطيت 3 معالق سكر. معلقة الخل ديت بتبقى حلوة قوي لزفارة البيض، وفي نفس الوقت بتبقى محسن للمعجنات. هنا بقى حطيت لبن. لو كنت عندي لبن بودرة كتير كنت يعني حطيت مثلا 6 معالق لبن بودرة، بيبقى طعمه حلو قوي في المعجنات وبيديلها لون حلو قوي وريحة حلوة. بس ما كانش عندي غير هي اخر معلقة فعجنت بلبن. تمام. كنت ممكن اعجن بمية. لو انا حطيت اللبن بودرة زي ما قلت لكم، بس ما كانش فيه فحطيت عجنت بلبن بقى. اللبن دافي. حسب الدقيق طبعا، حسب نوع السوائل لنوع العجين يعني. يعني الدقيق ياخد كل دقيق بيختلف من المكان للتاني، وكل دقيق بيختلف من شربه للسوائل للتانية. فانا هنا حطيت اول كوباية لبن، والتانية مشيتها بالتدريج. تمام. لان طبعا كمان انا حاطه 4 بيضات، فالبيض يعتبر سوائل، فكده الدقيق شرب سوائل. وعملت حساب للزبدة. فاخد مني كده كوبايتين مثلا الا ربع اللبن اللي هو الحليب. دي 65 جرام زبدة لمقدار النص كيلو. انا حاطه 130 جرام، اسفة، 130 جرام للكيلو دقيق زبدة. ما ينفعش تعجني بزيت. السينابون لازم يكون زبدة، بتديله طراوة حلوة قوي وطعم حلو. اي نوع زبدة بقى عندك، دي فرن العادي خالص اللي هي بتبقى في السوبر ماركت العادية خالص. تمام. بصوا بقى حلاوة العجينة بعد ما خمرت، سبتها زي مثلا نص ساعة او نص ساعة وزيادة. طبعا الجو حر، مجرد ان انا بغطيها على طول يعني. طبعا بيرجع لنوع الخميرة، لازم يكون نوع خميرة كويس. دريم حلوة قوي بصراحة يعني. بس انا عاجنة هنا بحلو الشام حلوة. نوع اللي هو الانجل دوت برضو حلوة قوي. المتوفر غير كده ما بجيبش بصراحة. يا دريم يعني لما ببعت ولادي يجيبوا لي خميرة، او انا في السوبر ماركت بجيب يا انجل يا دريم يا اخر حاجة حلو الشام بالنسبة لي. تمام. هنعجن بقى الخميره العجينه بعد ما خمرت حلوه قوي كده زي ما انتم شايفين. يعني ايه، رشيت بقى على الرخامه بتاعتي دقيق كده زي ما انتم شايفين، عشان العجينه طريه جدا يعني طريه، بس مش لدرجه ان هي بتلزق في ايدي. هعجنها كده مستطيل. بصوا فردتها اهو زي ما انتم شايفين اهو، على قد ما قدرت، على قد الرخامه بتاعتي. انا كنت ممكن اقسم العجينه على نصين وافردها، بس انا يعني استسهلت وكده بقى، او كبرت دماغي يعني، وفردتها مره واحده وخلاص. هسيح زبده. زي كوبايه زبده، هي اخدت مني كوبايه بالظبط زي ما انتم شايفين كده. سيحتها ما تكونش سخنه اهو زي ما انتم شايفين. عايزه تحطي تكون زبده لينه جدا زي اللي انا كنت عاجنه بيها، تكون طريه خالص وتدهني كده مره واحده من غير ما تسيحيها، يمشي برضو. طبعا احنا السينابون اتشهر ان هو بالقرفه. تمام. انا ولادي ما مش بنحبه بالقرفه. هقول لكم بقى ايه. هنحط ايه، نسكويك. النسكويك طعمه تحفه 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 يعني، مديله طعم حلو قوي. هو مش زي يعني بتهيالي يعني اللي هو داقه بالنسكويك من ايدي ما اخدش فرق يعني. ما عرفوا ان انا حاطه نسكويك قالوا لي ان احنا ما حسيناش بفرق يعني. اهم حاجه العجينه مخدومه كويس، معجونه كويس، طريه تحفه، واخده حقها تاني تاني ومتلت زي ما بنقوله.
حطيت هنا نسكويك، هي كان عايز يبقى يعني شويه اكتر كمان، بس انا كنت جايبه باكو واحد فقضى الغرض وخلاص. طبعا لو عايزه تحشيه بقرفه، تكون قرفه نوع كويس، يستحسن كمان تكوني انت طحناها في البيت ونخلاها ومقلبه عليها. مثلا هتحطي معلقتين او 3 قرفه، حطي نصهم كاكاو خام اسباني يكون نوع كويس، ومعلقتين سكر بني، او لو مش مفيش سكر بني معلقتين سكر اللي هو العادي بتاعنا، وفي بيحط نشا. تمام. اهو زي ما انتم شايفين كده بقى هلفها رول كده زي ما انتم شايفين بالطول كده، طريه جدا حلوه قوي. رب تجربوها، يا رب تعجبكم. لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش بقى تحطوا لايك كومنت حلو زيكم. هاجي بقى هنا لطرف العجينه في الاخر كده، هعمله بس بالميه بسيط خالص كده ان هو يلزق معايا، يكون لما يخمر او يخش الفرن يستوي ما يكونش ما يفكش او اللي هو يسيب بعضه. هسيبها طبعا هي تخمر تاني بعد ما نقطعها، هنقوله هنعمل ازاي ومراحل السوا بتاعته او درجة الحرارة في الفرن. زي ما انتم شايفين كده انا قطعته، قسمت الرول طبعا كان طويل خالص فقسمته. مطلع معايا كمية حلوة قوي، قطعة كبيرة 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 يعني. بصوا هقطع كده بقى بالسكينة. عايزة تقطعي بالدبارة او يعني خيط زي ما مثلا في ناس بتقطع، انتي حرة. اهم حاجة كده انا بتكون السكينة حامية، بنزل مرة واحدة كده بالسكينة اقطع بقى القطع كده زي ما انتم شايفين. كان تحفة بصراحة، كان تحفة تحفة يعني، مش عشان انا اللي عاملاه بس بصراحة كان خطير. متنسوش بقى تحطوا لايك وتفعلوا الجرس كومنت حلو زيكم. هندهن الصينية زبدة. بصوا هحط بقى هنا القطع بعد ما تخمر هيتضاعف حجمها طبعا زي ما انتوا عارفين. عايزه تحشيه قرفه براحتك زي ما قلنا، عايزه تحشيه نسكويك جربيه مش هتندمي. مره حطيت عملته برضو، كان عندي فراوله متفرزه حطيتها طلعتها من الفريزر وانا لسه هلف الرول على طول، وكان طعمه حلو قوي. طبعا لو عايزه تحشيه فراوله هتحطي عليه مثلا صوص فراوله بقى بعد ما يطلع. صوص الجبنة انا عملته بس هنزل لكم بيه بفيديو لوحده منفصل لوحده عشان ما اطولش بس عليكم الفيديو. تمام. هنا قطعت الرول اهوت، طلع معايا قطع حلوة قوي. موفر جدا، هو مكلف شوية بصراحة يعني، بس مش بالنسبة لو احنا اشترينا من الكافيه او اونلاين او كده. مش معنى كده ان احنا مثلا بتوع الاونلاين حاجتهم وحشة، لا، في ناس كتير بصراحة يعني انا جبت منها اونلاين ساعات بستسهل او ان انا عايزة اكل حلوة حاجات حلوة بشتري حاجاتهم حلوة اوي، بيتعبوا بصراحة. انا كواحدة اهوت مثلا بعمل لولادي وكمية بسيطة جدا بتبقى متعبة بصراحة، وحر بقى وبتعجن والكلام دوت. فربنا يحسن ما بين كل ايد حد بيشتغل يعني او بيسعى على رزقه. تمام. بس ما فيش مانع ان احنا بنجرب، وطبعا كل واحدة بتعمل حاجة لولادها بتبقى مبسوطة جدا. بصوا بقى شكله تحفة قوي، شكله حلو حلو يعني، وبعد ما استوى بقى شكله قمر يعني. يعني نقوله ايه، مراحل تكوين القمر يا جماعة بصراحة يعني. يعني ايه، جربوه من سكويك طعمه خطير بصراحة يعني، ولادك هتحبه اكتر من القرفة تهيألي يعني. انا ولادي حابينه اكتر، انا بذات نفسي ماليش في القرفه قد كده رغم ان انا بحبها في حاجات يعني، ممكن امسك اصلا اللي هو العود بتاع القرفه باكله كده يعني، انما في اكلات مش بحبه. اهو دخلنا الفرن على درجه حراره عاليه، 200 220 حسب نوع الفرن بتاعك، على الشبكه على الرف اللي في النص. ما بنولعش الشوايه مثلا لان هو مش محتاج ان هو ياخد وش، هو كده يعني ايه، يا دوبك بيبقى ذهبي من فوق. بصوا طالع قمر قمر قمر، مراحل تكوين القمر. زي ما انتم شفتوا اصلا في القطعه في الاخر الرول اللي انا عملته كان في حتت رفيعه فلفتهم مع بعض. ده صوص الجبنه هنزل لكم بفيديو لوحده يعني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا عملت كل حاجه يعني ايه كلها ورا بعضها، هو كده كان حطيته في التلاجة شويه اللي هو الصوص يعني، بس كنت عايز يتعمل من بدري شويه عشان يثبت على قطعه السينابون. بس مفيش مانع انه كان خطير. ماشي بجد يعني مش مبالغه يعني. وعملت الكراميل برضو كان دافي،
فما كانش يعني ما خدش وقت ان هو يتقل او يرتاح شويه. عملته برضو في ساعتها كده كله ورا بعضه. ديت بقى نوتيلا، ديت برطمان صغير نازل جديد كده من شركه سما. حلو قوي، سمكه بديل نوتيلا اصليه يعني. ده ب 38 جنيه، فجبته برضو يعني قلت ان انا ازين بيه كده بقى. بصوا بقى، بصوا، بصوا يا جماعه، فظيع بصراحه. بصوا طراوته يعني هشان كده بقى، نغمس الصوص كده بقى ايه، وهش وطري. وبصوا يعني ايه الطبقات بتاعته بقى، وهم كده وهم. بصوا هيسيب من الشوكة ازاي، من طراوتها. يا رب الطريقة تكون عجبتكم. جربي في نص مقدار، فرحي ولادك. يا رب الفيديو يكون عجبكم. مع السلامة.